السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحداث عصيبة قبل لقاء السوبر بأيام قليلة جدا، وقرار مجلس إدارة نادي الزمالك اللي أكيد كلكم تابعتوه بعد ما أعلن عنه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي حتى الآن، يعني لأن مفترض إن في قرار صادر بعزله وحتى الآن ما تنفذش. وهل القرارات اللي هياخدها مجلس الإدارة في الوقت ده وهو مفتقد لصفة رئيس مجلس إدارة النادي، هل هي هتبقى قرارات سليمة وصحيحة من الناحية القانونية ولا لأ؟ طبعا بالطبع مش هتبقى قرارات صحيحة، لكن مش هو ده موضوع الحلقة اللي أنا بكلمك فيه النهاردة. أنا النهاردة هناقش معاه قرار مجلس إدارة نادي الزمالك، وهل، حط تحت كلمة هل دي أكتر من خط، هل القرار اللي أخده مجلس إدارة الزمالك بالانسحاب وعدم لعب مباراة السوبر أمام النادي الأهلي يوم الجمعة اللي جاية في دولة الإمارات العربية الشقيقة، هل هو قرار الزمالك هيتراجع عنه ولا هيكون قرار نهائي ولا يمكن التراجع عنه ويبحث اتحاد الكورة مشاركة بيراميدز كبديل ليه؟ لأن هقول لك الوضع هيبقى عامل إزاي دلوقتي إذا الزمالك تشبث بقراره. بشكل مبدئي، الأعضاء لما اجتمعوا، أعضاء مجلس الإدارة طبعا، بسبب مشكلة كهرباء، وإن شاء الله هيبقى في حلقة منفصلة هجمع لك فيها كل حاجة تتعلق بكهرباء عشان ما نخرجش بره الموضوع الأساسي، وأحكي لك كواليس وحاجات كتيرة جدا هتبقى في موضوع إن شاء الله حلقة منفصلة. لكن هنلمس بس على موضوع كهرباء كده في قصة إن هو طبعا كلكم عارفين إن الزمالك معترض على إن تم تعليق عقوبته لحين الفصل في التظلم، وهو السبب الرئيسي والسبب الأساسي الظاهر، وهقول لك ليه بقول لك كلمة الظاهر دلوقتي، إن الزمالك هينسحب ومش هيلعب اللقاء. طيب الزمالك حاليا القرار ده نهائي؟ لا، القرار ده مش نهائي، واللي هيحصل ان الزمالك بنسبة تتخطى 90% هيسافر، لكن بكرة الى دولة الامارات العربية المتحدة عشان خاطر يلعب مباراة السوبر. وهيقال بعد كده وهتسمعوا خلال الساعات اللي جاية ان في بعض الضغوط اللي تم ممارستها على نادي الزمالك، وبعض القيادات اتكلمت وان الزمالك ما ينفعش انه يلعب وهكذا. يعني نفس الفيلم كده اللي بنعيشه مع بعض كل مرة في معظم إن لم يكن كل قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك. هل هو الصح إنه ينسحب أو لأ؟ دي وجهة نظرك أنت، وتقدر تقول إن كان هو قرار الانسحاب صحيح أو غير صحيح. وإن كنت أنا هقول لك برضو على وجهة نظري إن أنا مقتنع تماما إذا كان انسحاب الزمالك إنه بيحافظ على مبدأ معين، هو مبدأ تحقيق العدالة ما بين الفرق كلها، وإن القرار ما كانش قرار قانوني بتعليق العقوبة لأن اللائحة ما بتقولش كده، هيبقى قرار يحترم جدا. لكن هنا المشكلة انك انت بتلعب على مشاعر الجماهير. لا، مش هروح العب الماتش وتاني يوم هترجع تظهر في الوسائل الاعلام او حتى عبر قناتك على اليوتيوب وتقول ان انا بسبب الضغوطات اللي مورست عليا من بعض القيادات وانك انت رجل دولة وانك انت كذا وكذا وكذا فقررت انك انت تلعب المباراة. هنا الازمة وهنا المشكلة، هي اللعب على مشاعر الجماهير. بتدافع عن مبدأ معين وحابب ان المبدأ ده انك انت تطبقه، وتحاول ان تكون معظم قراراتك قرارات بتتبنى القيم والمبادئ على حساب اي حاجة تانية، حتى لو كان على حساب بطولة الزمالك في امس الحاجة ليها، كل الناس هتقول لك شكرا وهترفع القبعة. لكن بعيدا عن اللعب على مشاعر الجماهير اللي كلكم طبعا عارفينها وتابعتوها في قرارات كتير كان المجلس بياخدها. الفكرة حاليا ان الزمالك، وده طبعا مش هيحصل اذا تمسك بقراره بالانسحاب، اتحاد الكرة عنده بديلين. البديل الاول انه يشارك نادي بيراميدز باعتباره هو الطرف الاخر اللي المفترض يشارك طبقا للوائح المنظمة للمسابقة في هذه البطولة. طب اذا بيراميدز رفض هيشارك مين؟ هيشارك فيوتشر. واحد يسأل ويقول لك طب دلوقتي القصة هتمشي ازاي بالنسبة للامارات؟ لان في كلام على ان طبعا كلكم عارفين ان في تعاقد يقول لك ان 3 مليون دولار هيبقى شرط جزائي على اتحاد الكوره اذا اتحاد الكوره ما قدرش كطرف اساسي ومنظم لهذه المباراه ان الاهلي والزمالك يلعبوا. طلع طبعا احد الساده الافاضل وقال من الاتحاد الاماراتي لكره القدم وقال لك والله احنا تعاقدنا مع الاتحاد المصري على ان مباراه السوبر تقام في دوله الامارات،
وبالتالي طرفين هذه البطوله الاتحاد هو اللي كان محددهم، وقال اهلي وزمالك، وقال ان مفيش مشكله هتحصل وما جالناش اعتذار رسمي. خلي بالك ان لغايه دلوقتي، وده ياكد لك الكلام اللي انا قلته لك من شويه، ان لغايه دلوقتي الزمالك ما بلغش اتحاد الكره بخطاب رسمي. اطلع قول زي ما انت عايز في وسائل الاعلام، اطلع قول انا مش هسافر، انا رجعت البعثه من المطار، انا عملت، انا سويت، لكن لغايه دلوقتي طالما ما فيش قرار طلع وتبلغ بيه الاتحاد بشكل رسمي عشان يبدا ياخد الخطوات بتاعته، هنا هتبقى المشكله. وبعدين دي محاوله ضمن المحاولات برضو اللي بتتم كضغط على اتحاد الكوره عشان يعلن استمرار عقوبه كهرباء وعدم ايقافها. لكن اللي عايز اقوله لك هنا برضو نقطه ممكن تتفق او تختلف معايا، يعني مع كامل احترامنا لكهرباء او اي لاعب اخر ممكن يكون موجود، وده يقول لك ان بتدافع عن مبدأ انا متفق مع قرارك جدا لو ما بتلعبش على مشاعر الجماهير، بس اعتقد ناس كتيره جدا عارفه انك انت بتلعب على مشاعر الجماهير، وهنا الازمه. ليه؟ النهارده انت من غير ما تلعب على مشاعر الجماهير وممكن تطرح عقوبه كهرباء جانبا وتلعب المباراه، لانك انت برضو محتاج بطوله. النهارده الموسم بينتهي ومفيش اي مشكله بالنسبه لك انك انت بتخرج من كل البطولات وعندك فرصه للتعويض. لكن موضوع انك انت ممكن تكون بتفكر ان انا فنيا ممكن ما اكونش جاهز بالشكل الاكمل، واحتمالات خسارتي لهذه البطوله هتزيد الامور صعوبه وسلبيه لقرارات مجلس الاداره، فده وضع تاني. فالدخول في دوامات هي دي الازمه. وانا زي ما قلت لك في البدايه، انا ما عنديش مشكله ايا ما كان القرار، لكن الامور تبقى واضحه للناس عشان الناس تطلع وتبقى عارفه انت بتفكر ازاي، وايه اللي ممكن يكون بيدور في دماغك، وهل انت تفضل مصلحه النادي على المصلحه الخاصه ولا لا تفضل مصلحه النادي، واهم حاجه عندك مصلحه خاصه. عايز تنسحب طبقا للمبادئ وانك انت عايز تقول ان انا تعرضت للظلم من العقوبه، مفيش مشكله خالص في ده. عايز تلعب المباراه، مفيش مشكله ان انت تلعبها وتوضح الاسباب، لكن تقول القرار بشكل صحيح وتتبنى القرار وتبقى حريص على تطبيقه مع تفضيل مصلحه النادي على اي اعتبارات اخرى. اشوفكم في حلقة